ليس هناك حديث الآن إلا على فشل الزمالك في تسجيل صفقاته الجديدة. قدم الزمالك 3 لاعبين هما ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، والمغربي بالحاج لاعب أسوان، ومحمد شبانة بعد قطع أعارته من السموحة. اشترط اتحاد الكرة أن الزمالك يدفع جزء من مديونياته لكي يخرج لهم بطاقة اللعب. السؤال هنا، هل هي أزمة بطاقة ولا أزمة قيد؟ هي أزمة بطاقة وليس أزمة قيد. ليه؟ لأن اتحاد الكرة لم يعمل بلوك للزمالك في تأييد اللاعيبة الجدد على TMS. اتحاد الكرة عليه فقط ان هو يعمل كونفيرم لكي يعطي البطاقة للاعيبة الزمالك، وبعدين بعد ما بيعمل كونفيرم بيتغير اللون من اللون الرمادي الى اللون الاخضر في التسجيل، وباذن الله سوف يتم تسجيل الصفقات الجديدة اليوم او بكرة بالكتير.